السالفة راح تجيكم. يقول ملك من ملوك الزمان كان عايش زمانه وعنده ناس وخدم وحشم، عنده 150 عبد، واحنا كنا عبيد الله، 150 عبد موظفهم بالقصر، كل من وشغلته المعينة. يوم من الأيام اكو احد العبيد اللي كان فايدهم بالقصر توفى، فاجوا للحراس قالوا له جناب الملك العبد الفلاني توفى، شو نسوي؟ قال روح اشتروا لنا عبد ولا تخلوهم ينقصون. قالوا لا ما يخالف. اثنين من الحراس او من جنود الملك طلعوا السوق اللي يبيعون به العبيد، وصلوا للسوق ولقوا العبيد بالسوق وعجبه زين وناس تعامل عليهم قبل العبيد يبيعونهم. فمن كان يصير غزو من دولة إلى دولة أخرى زين، فكانوا يبون الناس يستخدمونهم يعني بالبيت وكذا يشترونهم. فمن اجوا الحراس شافوا واحد من العبيد مشدود وحده بجانب من السوق، وهذول منا كل 5 مشدودين سوية. ايوا عاملوا على هذول ال5 سوية مشددين. بيش هذولي؟ قالوا هذولي 5 ب1000. راحوا ذاك الوحدة مشدود بالعمود. هذا بيش؟ قال هذا وحده ب1000. قالوا يابا ذكولي 5 ب1000 وهذا وحده ب1000. قالوا له ايه شنو الفرق؟ قال الفرق هذا يعرف 3 أشياء هذول ما يعرفونهم. يابا شو تعرف؟ قال هو معرف الزلم وعرف الخيل وعرف الماي، يقصد البحر. قالوا خلنا نرجع للملك ونشوره، خلنا نشوف هو شنو رأيه، هذول 5 وهذا 1 يختار من. ردوا للقصر، جناب الملك سلام عليكم. قال لهم عليكم السلام. شو رديتوا ايد ورا وايد قدام؟ كان مو قلت لكم تروحون للسوق وتشترون لنا عبد؟ قالوا له جناب الملك هاي القصة، لقينا مو ما لقينا وفلوس ويانا، لكن هذول لقيناهم 5 ب1000 وهذا وحده ب1000. قال ليش وحده ب1000؟ قال سألنا عليه، قالوا هذا الوحده ب1000 يعرف 3. قال ايه وش يعرف؟ قالوا له جناب الملك يعرف الزلم ويعرف الخيل ويعرف البحر يعرف الماء. قال يبوه هذا يفيدني. ردوا للسوق يأبوا هذا ابو وحده ب1000 ورجعوا للقصر. هاي يبتوه؟ قال ايه يبناه. اهلا وسهلا تفضل بالله على الملك خليه يشوفك. دش على الملك سلام عليكم. سلم. الملك قال له عليك السلام. قال له شو تعرف هذين ال3 تعرفهن شنو هي؟ قال له عرف الزلم وعرف الخيل وعرف الماي والبحر. قال له احنا هم نعرف الزلم ونعرف الخيل، نوادم عرب نعرف الزلم ونعرف الخيل ونعرف الماي. كان تميزتك على الباجية بيش؟ تيهو يا العبيد خليه يمشي. تيهو يا العبيد الباجية وظل ياكل ويشرب ويخدم بالقصر ويا العبيد الآخرين اللي كل شيء ما يعرفون شغلتهم بس خدمة. ذاك اليوم بالسوق مال السلف مال بلد الملك سمعوا وقالوا فرد مهرة جايبينها للسوق تخبل من الحلاء، جميلة جدا كأنها رسمة رائعة بيد رسام، والرسام الله سبحانه وتعالى. قالوا هاي ما تلوق وما حد يقدر يشتريها إلا الملك، يا أبوها ويا للملك. قالوا لجناب الملك يبنى لك مهرة، وشنها من مهرة زينة وشوفوا شكلها وتعال اطلع شوفها وإذا عجبتك حتى نشتريها.
هاي من تطلع تشريفات مكان معين هاي تركب هاي. طلع الملك هو وزوجته، شافوا المهرة هاي، من شدة فرحتهم وانعجابهم بيها ركضوا عليها. يابا هاي صدق لو كذب؟ قالوا لا ابويا صدق، هل تشوفها زين بيش تردونها؟ قال نريدها ب20,000. واي 20,000؟ قال له جناب الملك انت غادر وتشتريها. زوجته قالت له اشتريها وايد حلوة انا حبيتها. قال الملك الطوع 20,000. يركض العبد قال له جناب الملك لا تشتريها. كلها التفتت على العبد، قال له ولك ليش لا اشتريها؟ قال له لا تشتريها ما تفيدك. قال له شوف وش قد حلوة وش قد جميلة وش قد حلوة ومرسومة رسم، انت تقول لي لا تشتريها، انت شو تعرف؟ انا لا اعرف للخيل. قال له جناب الملك لا تشتريها ما تفيدك يغشونك. ظلوا يصيحون عليه الحراس والناس وما ادري شنو. قال اوقفوا لا تصيحون عليه، لا تصيحون عليه، والله تعال قدام، انت مو قلت له عارف للخيل؟ قال له اي مو اقول لك لا تشتريها. قال له ايش مالها وما اشتريها، ايش خيرها المهرة هاي؟ قال له ياهو عندك الخيال زين. عاين منه عاين منه. قال له ابو فلان، قال له خلي يركبها وخلي يغير بيها وانا اقول لك زينه لو مو زينه. قال يابا جربوا خلينا نشوف هذا الريال شنو سالفته. تخيلها ابو فلان وغار بيها للشمال وقدامهم قدام القصر وللجنوب ورد عليهم. قال له طوي هل الماي؟ قدامهم بحيره مالت ماي، هام بيها للماي، لا اقول لك لا ود ولا يب، وصلت للماي ودقت ركبها بالماي ونامت، وطبت الخيال من على ظهرها للماء للقاع وتبلل الخيال. اشماعت توها رادت تطلع وياهم من الماي ما طلعت، مثل ما يقولون اهل الجرن اهل الحلال اهل الجواميس يقولون قيلت، وقفت بالماء هالوقفه وقفه، عافها خيالها ورد عليهم. والعبد يتبسم قال له ها جناب الملك شلونك؟ قال له ولك تعال ايش سويت وياي؟ ولك هاي المهرة الزينة ليش دشت بالماي وما طلعت روحها؟ قال له جناب الملك من شفتها مرت علي دريت بها ما هي أصيلة. قال له ومنين؟ قال له من مشيتها ومن دقت ريلها بالقاع. قال له هاي وهي صغيرة رابية على حليب دواب على حليب جواميس وأمها ميتة ومربينها على حليب دواب، هاي من توصل للماي بس الماي يوصل صدرها تدقر ليها بالماي وتقعد وتطب خيالها، وخاف يوم تصير عركة وتصير صيحة لو تريد تطلع بسفر وتدش لك بمايه، لو تدش لك ببحر لو تدش لك ببحيرة وتطيحك قدام الوادم والشهرك. قال لهم عم المهرة ما اريدها، واختاضت الوادم وردت. وقال للعبد تيه ويا ربعك. تعجب العبد قال يابا هسه هذا الملك انا حليت له مشكله بعدهم تيهني ويا الوادم اخدم. قال يلا ما يخالف. ظلوا ويا الناس ربع الاخرين، يومين ثلاث عدت وصاحوا جناب الملك جناب الملك جناب الحراس. قالوا لهم يابا شنو السالفه؟ قال يابوا لهم دره كلش حلوه وهاي ما تحلى الا للملكه زوجة الملك. ما أطول عليكم السالفة، طلعت الملكة وشافت هاي الدرة الحلوة الجميلة وقالت أنا هاي أريدنها، كأنما يقولون ليلو من لون الليلو. الملك قالها تردينها؟ قالت أريدنها. قال اشتريها. بيش تريدها؟ قال أريدها ب10,000. واي 10,000 أحسن ليلو اللي عندنا احنا الآن ب5,000. قال له هاي ب10,000 جناب الملك انت بيك تشتريها. قال انطوا 10,000. انطوا 10,000 وصاح مناك العبد جناب الملك لا تشتريها. قال يا سبحان الله شلون ويا هذا الريال؟ ولك عمي ليش ما اشتريها؟ قال له ما تفيدك جناب الملك ما تفيدك. قال له ولك شلون ما تفيدني؟ هي هل مضوية القصر كله. قال له ما تفيدك. تريدني يربها؟ قال له يربها. ابو الليلو قال له عمي انا هاي اشتريتها بثمن غالي
وقال له لي بس ملك الفلاني يشتريها ويبتها له، انت تريد تجربها، انت وين تعرف؟ قال له انا اعطيني مهله بس الليله. قال له خوش ما يخالف. قال له جناب الملك الليله تحطها قدام عينك وتحد عليها ناقوط مال الحب، ينقط عليها شويه شويه، وللصبح لفها بقطعه وخليها حدر الحب وخليه ينقط عليها، وشوفها للصبح شلون تصير. اذا ظلت على هاي حالتها وهي زينه، واذا غيرت لونها ترى مو زينه. قالوا خوش. بعت الملك وللصبح مشلعه عيونه مجابل الليلو وقاعد هو وزوجته. صار الصبح قال لهم ولكم صيحوا لهذا الرجال العبد بالله خلينا تشلعت عيوننا. اي العبد؟ قال له ها جناب الملك تفضل. قال له يلا صار الصبح بالله اطلع لنا الليلو. طلع الليلو لانها يلقاها صايره صغيرونه ومقشره. قال عجيب هذا الليل وهاي الصخرة الجميلة اللي كانت مضوية القصر ليش طفت؟ قال له جناب الملك أنا قلت لك أعرف البحر، وهذا الليل ليل بحر، وهذا ما يعيش إلا بالماي، أنت من تقطع من عده الماي يصغر ويموت، وأنت تريدها قلادة زوجتك، فمنين تجيب الماي؟ راح من بعد يومين ثلاث تفقد ماهيتها وراح تخرب. قال له ولك أنت خوش زلمة، تيهو يا العبد خليه يروح ويا العبيد. هم تيهو يا العبيد ظل يهز بيده العبد. قال هذا الملك ايش ماله؟ ردوا. ظل يومين ثلاث ما طول عليكم السالفه وهي طويله وقاعد اقصر من عندها لكن لذيذه. تعدى يومين ثلاث الملك قال هذا الزلمه لازم انا اختبره، خاف احد يوصيه على شغله. ذاك اليوم طلع الملك يقنص، راح للصيد. العبد من يابو للقصر صار له شهر زمان حتى ما سابح، وما ينطونه مجال يسبح، كله شغل شغل وركاض وركاض وركاض، عود يروح بالبحيره يذب رويحته ويطلع. فشاف الوقت مناسب وهو عنده تردد بالقصر، والملك رايح للقنص للصيد، قال خله دش بحمام الملك واسبح. دش بالحمام، لا اقول لك ولا تقول لي، وهو كان يسبح والملك رجع ولقى واحد قاعد بحمامه يسبح. شنو صدق كذيب؟ ياهو اللي يسبح بحمام الملك. دق عليه الباب، ياهو انت؟ قال له جناب الملك انا العبد اللي اعرف ثلاث اشياء. قال له ولك كضيتك ادور عليك دوار اليوم اخذ راسك، شهرتني وخزيتني بين الوادم، المن داش بحمامي الا تحلي سالفه يلا تيهك. العبد قال له جناب الملك تانيني بس البس هدومه واطلع لك وكل شيء تريد قل لي. لبس هدومه وطلع، والملك جر سيفه على العبد قال له اذبحك. قال له قل لي تريده شنو؟ قال له تقل لي انا ابن من. العبد تخاطف لونه، قال له جناب الملك ارجوك خليني لغيرك وجربني ويا غيرك، انت لا تخليني اقول لك شنو ما شنو. قال له انا ما اعرف بيني وبينك والله الشاهد عليه، تقول لي انا ابن من. قال له تعطيني الامان. قال له نعطيك الامان. قال له انت من ابن ابوك. قال له شلون؟ قال له انت من ابن ابوك. قال له وش شاهد؟ قال له ابوك ميت، امك موجوده، روح اسال امك وهي تسولف لك. قال له واذا امه قالت له غير هذا الكلام؟ قال له اخذ راسي ببسطه القصر. راح لامه ير السيف على ام الملك، قالها يمه هسه تقولي لي انا ابن من، ما من اخذ راسك. يمه غير بدل، ياهو دلك على هالحكي، ياهو جابك على هالسالفه. قالها ما ادري، هاي والسلام عليكم، اذبحك لو تقولي لي. قالت له لا اقول لك يمه ابوك من خذيته وخذاني ما ابي خلفه، وما كانت تصير عنده ذريه، وصرنا بيناتنا انا وابوك قعدنا وسولفنا سوالفنا، شفنا ما لها تالي ويريد له واحد يريد له ولد يصير ببكانه، فاحنا يوم من الايام اتفقنا ويا الجاريه اللي عندنا هنا بالقصر، ومن خلفت لها ولد خذيتك انت من عندها
أنت ابن الجارية اللي بالقصر كانت وربيتك عندي، وهاي السالفة ما حد يدري بيها غير الله وابوك وأنا، وهسه أنت ياهو قال لك بهاي السالفة. قالها بعد ما عليك. رد للعبد قال له ولك تعال العبد، أنت منين دريت؟ منين دريت اللي أنا ماني ابن أبوي ماني ابن الملك؟ قال له ها. قال له تعطيني الأمان؟ قال له الأمان إلك، هاي واخدمكم إن شاء الله واسألكم الدعاء. قال له جناب الملك الأصيل وإلى أصالة وإلى مكانته الاجتماعية، ويعرف إذا يدرب صاحبه وجبيله يعرف له كلمة وحدة ما يتيهه ويا الناس الآخرين، يحترمه ويعطيه مكانته ويجله ويقدره. 3 مرات حليت لك مشاكل ومتيهني ويا الوادم الباجية اللي كل شيء ما يندلون. أنا وحد بلف والباجية 5 بلف، ماكو فرق بيني وبين ذكول؟ قال له بلى والله. ومنها وهيك تقعد بصفي أنت مشاور إلي، وأنا عفتهم وييت. رباط السالفة ترى أكو فرق بين اللي يعرف والما يعرف. هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟